كاين بزاف طرق باش ديروا جواز خرشف، كل واحد كيفاه يديرو، كاين اللي يديروه بالدجاج، باللحم، جواز بيض، بالمعدنوس، وكاين اللي يديروه دولمة. و أنا كي جربته بهاد الطريقة عجبني بزاف مع إني ما نحبش الخرشف، فقُلت نبارطاجيه معاكم. حكمت الخرشف تاعي، نقيته مليح، غسلته بالما، ما كانش عندي قارص درت له الخل، ودرتو يغلي في كوكوطة لمدة 15 حتى ل20 دقيقة. في جهة أخرى حكمت نص درت دجاج، نص حبة بصل، مغرفة صغيرة ملح، مغرفة صغيرة فلفل كحل، ورحيتهم بهذا الشكل. وقليتهم، درتهم في الفرينة وقليتهم، شكلتهم بهذا الشكل، تقدروا ديروهم مدورين ولا هكذا على شكل أصابع، وقليتهم. في هذا الوقت كان طاب لي هذاك الخرشف، وكنت درت معاه حميصة خاطر ما كانتش طيبة، خليتها طيب معاه. اللي عندها القارص دير، اللي ما عندهاش قارص دير له الخل وتخليه يطيب. هنايا حكمت نص حبة بصل قطعتها بهذا الشكل، مغرفة تاع طماطم مصبرة، ملح، فلفل كحل، فلفل عكري، شوية بابريكا، وحبة تاع جمبو، تحبوا ديروها تحبوا ما ديروهاش. جبت الخرشف ديالي والحميصة قليتهم مع زوج حبات بطاطا قطعتهم بهذا الشكل، وجيت مرقت بما سخون، زدت خليتهم يطيبوا واحد ربع ساعة قسما طيب لي البطاطا والخرشف يدخل في هذيك البنة. وجبت هذوك لي بولات، عاود رجعتهم في المرقة وخليتهم يزيدوا يتكتكوا ويشربوا من البنة لمدة 5 دقائق، وقدمته. صدقوني جا بزاف بنين تاع البرد هذا الوقت، ما تقولوا لي والو وقته.